الذين يثيرون هذه الضجة لا يريدون معرفة الحق ولا طلب العلم ولا معرفة الحكم الشرعي ولا ما هو أصلا الزواج العرفي ما له وما عليه وأين يختلف وأين يتوافق مع القانون ولا أي شيء. هذا موضوع سياسي أو سياسوي لا دخل لي فيه، وإلا لو كان البحث عن الحق هو الهدف لرأينا ولا لدرسنا موضوع الزواج وأي نوع من الزواج الذي عقده عصيد مع ملكة تحت رعاية الإله يكوش، ولا رأينا أيضا الزواج ديال ابتسام الشقر مع عشيقها في شقة في الرباط كما صرحت بعظمة لسانها لفرانس 24. إذا القضية ليست بحثا في علاقة بين رجل وامرأة تحت أي عنوان، زواج شرعي عرفي زواج متعة، لا، الموضوع ليس هكذا. إذا علينا أولا أن نبحث فيما مضى ثم بعد ذلك نبحث فيما هو حاضر. لا، شوف، أولا ما هو الزواج العرفي؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يجب أن نفهم ما معنى الزواج العرفي، ما هي شروطه، ما هي أركانه، ثم بعد ذلك نبحث عن الحكم الشرعي حول قضية ندركها ونفهم أبعادها وحدودها. أما أن نتكلم عن الزواج العرفي، واحد يفهم أن الزواج العرفي هو علاقة رجل بامرأة بوثيقة أو بورقة كتبت في مقهى باتفاق بين الطرفين. واحد يفهم أن الزواج العرفي هو استكمال لكل الشروط الشرعية من ولي ومهر وشهود ووليمة وقبول والرضا وما إلى ذلك، بمعنى أن الزواج استكمل كل الأركان الشرعية لكنه فقط بعد لم يوثق في الإدارة. شوف تيفي بوين. هل هذا هو الزواج العرفي؟ إذا أولا على هؤلاء الناس أن يدلونا عن ما معنى الزواج